تأتي هذه الزيارة في سياق مليء بالعواطف الرياضية، من تجاوزات مؤسفة وصور أحيانا مؤلمة لشعبين مرتبطين بعمق. لكن بالضبط تكمن أهميتها التاريخية في القوة الكبيرة للدولتين، دولتان شقيقتان لا تسمحان للعواطف بالتغلب على المعنى. في هذا الصدد لا تهدف هذه الزيارة إلى التهدئة، بل تهدف إلى التأكيد، إلى إعادة التأكيد على أن الرياضة لم تفرق بين الشعبين. لقد اختبرت روابطهم، لم تعارض بين السنغال والمغرب. لقد اختبرت شدة شغفين وطنيين في فضاء مشترك. يجب ألا تنكر أو تبالغ في الحوادث التي لوحظت هنا أو هناك. يجب إعادة تصنيفها كإفراط عاطفي ناتجا عن الحماس وليس كسور سياسية أو ثقافية. لأن الرياضة مهما كانت مثيرة ومليئة بالشغف لا يمكن تلخيص العلاقات بين الدولتين كما ذكرت سابقا سيد رئيس الوزراء على قدم الروابط الإنسانية الروحية والاقتصادية والثقافية التي ذكرتها قبل قليل، من خلال الحركة التاريخية للأشخاص والمعارف والجماعات والطلاب ورجال الأعمال والثقة السياسية التي بنيت على مر الزمن بعيدا عن التغيرات والظروف. رابط بين الدول والشعب الذي يبقى رغم الأحداث لأنه متجذر في التاريخ المشترك. لذا هذه الرحلة سعادة رئيس الوزراء تحت رعاية الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة ليست رحلة تهدئة. هل هو ضروري حقا إذا كانت صداقة السنغالية المغربية كما يقال؟ إنها رحلة تأكيد وتجاوز وإعادة تأسيس الرابط بما يتناسب مع دولتين تحترمان بعضهما البعض وتعترفان ببعضهما البعض وتخططان معا. أكثر من إنهاء الحادث يجب أن تختم أعمالا بمستقبل مشترك وتؤكد أن يمكن لشعبين شقيقين عبور الشدة دون الانقسام. إن مستقبلهم مشترك مدعو ليكون أكثر كثافة وتنظيما وطموحا. Sonko foofee ca Maroc nii lañ ko tertoo daanaka ci fajar gi foofu nga xamante ni moom moo nekk ca Maroc roplaan bi nga xamante ni moo di bu Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo nekk ay soldats ñu ko teewtu foofu ak premier ministre bu Maroc di Aziz moom tamit moom la àndal gis ngeen ko muy wàcc noonu ci biir roplaan boobee ànd ak ñenn ci